النص في اخبار والنص باقي في دار اللي تتوصل لواحد المبالغ اللي ما يمكنش تدخل منه واحد 3000 درهم 4000 درهم. السلام عليكم الدراري، اليوم غندوي معكم في واحد الموضوع مهم. النص في اخبار والنص باقي في دار. اسمعني مزيان، شي واحد المشروع خدام في 2025 راه شي حاجه ما يمكنش، اللي هو مشروع ديال الدجاج. اغلبيه ضارب منه الزبابل ديال الفلوس وكاين الدق والسكاش. اللي تيقول لك المغرب ما فيش فلوس، المغرب فيه فلوس وفيه ما يدار. غنبارطاجي معاكم شي حاجه للروح اللي تتوصل لواحد المبالغ اللي ما يمكنش. علاش؟ كان الله بادي في هذا المشروع هذا راه تقدر تدخل منه واحد 3000 درهم 4000 درهم. غتشريها واحد الفقاصه، غتولي تاخذ البيض مخصب وغتولي تخرج انت فلوس وتعاود تبيع. صراحه هذا المشروع راه فيه ما يدار، اللي عرفوني ولا غديروا بحالي. انا باش بديت بالدجاج البلدي ودرت عاوتاني السلالات الحره، والصراحه خديتهم صغار بواحد الثمن اللي هو بسيط، ودابا راه كبروا ولاو عندي شي بيضه وبديت نخرج البيض مخصب. مازال غنبارطاجي معكم في الفيديو الثاني الفقاصه اللي عندي. حاجه وحده الشباب، عاونوني ديروا لايك ديروا جيم وبارطاجيو هذا الفيديو هذا. علاش؟ حيت بزاف ديال الناس بداو بزيرو درهم وداروا على شارجه. المهم لايك بارطاج. المهم الخوت، اليوم راه كما تتشوفوا تنقي الشجنه من الخميس للخميس. انا ديما تنقي الشجنه ديالي حيت الدجاج ضروري تيبغي تنقيها، ما تيبغيش يتجمع الوسخ، حيت لا تجمع الوسخ بحال خوتي الماء في الرمله، وانا ديك الرمله هي اللي تنخدم بها تنديرها في الارض باش ديما تكون القضيه عندي نقيه مزيان. المهم غنبارطاجي معكم كلشي ان شاء الله، غنوريكم الدجاج ديالي وغنوريكم كيفاش نقي الشجنه، ونوريكم حتى الكره اللي مقاد وداك الشيء. عرفتي شنو اقل تكلفه؟ المهم شباب كما قلت لكم اجي نبارطاجي معكم الشجنه ديالي. هذه هنايا تندير فيها البلدي كما تنبارطاجي معكم المشروع هذا. وهنايا فوق راه باغي ندير شي شجنه اخرى ان شاء الله على حساب الفلالس. راه خديت الفيديو هذا غنبارطاجي معكم فيديو جاي ان شاء الله. غنقسم هذه على جوج، غندير هنايا الفلالس ديال البروميير اللي عنده بالشهر الاول، وانا الفلالس ديال الدوزيام عنده بالشهر الثاني. غنجي نبارطاجي معكم الوكوره ديال الشجنه ديالي. هنايا ندير واحد 3 ديال الوكوره ولا 4 ديال البيض تبيضوا فيهم. هنايا باقي ندخل الوكاله كما قلت لكم اليوم، فهمتي راه تكرفست معاك تنخمم ليهم. هنايا غندير واحد الكره تطلعوا فيهم الفوق تيبيضوا كما تتشوف، واحد الصنيدقات. لا راه عندي واحد الصندوق باقي غنزيد دابا يلاه لقيتوني غنستف لهم الرمله، ومن بعد غنزيد نبارطاجي معكم كيفاش نحط الوكالات وكيفاش ندخلهم، ونبارطاجي معكم حتى الدجاج ان شاء الله وما يكون الخير. من بعد الشباب ما استفش هاد الرمله هذه كما تشوفوا هي في الشجنه كامله الرمله باش في الجميع كما قلت لكم راه تجيني ساهل. غندخل الوكالات ديالي ونوريكم الوكالات اللي بقات. كاين شي وكالات مقادهم بيدي وكاين شي حاجه اللي شريتها. نوريكم واحد الوكاله قديتها بقادوس غتعجبكم ساهله وتتنفع بزاف. ومن بعد غنوريكم الحصيله ديالي والدجاج ديالي. الدراري راه درنا واحد الاضافات. راه من بعد ما ستت الرمله راه دخلت هاد السلم هذا اللي تيدير فيه الدجاج، وهنايا راه درت لهم واحد السيفه حيت طلع لي هنايا الدجاج ديالي تيدير حتى هو. وغنزيد نبارطاجي معكم واحد الشوكات اللي تيبغي يقرق على الدجاج ويبيض واجي معايا. خديتهم منسله راه الصراحه واعرين بزاف تيبيضوا فيهم، وتا الا كانت الدجاجه تقرق وهي مرتاحه كما تتشوف. هاد السلات هادو راه واعرين بزاف. اجي تشوف معايا كيفاش كنحطو. هانتي الاولى رجعت طاق القنشه ديال ديما تلقى فيها البيض. اللهم بارك. الحصيله ديال الدجاج راه بدات تتبان. اللي تيقول لكم مشروع ديال الدجاج ما فيهش الفلوس، راه فيه مشروع ديال الدجاج الفلوس وفيه ما يدار. الصراحه راه كاين ما يدار. المهم هذا هي الوكاله اللي قلت لكم صايبت ديت جعبه شديتها الصراحه تبقى مشيه بحال هكا. قديت لها اليدين هادو راه تتجي وكاله واعره بزاف. اجي تشوفوا كي جاتني في الشجنه والله الا جاتني ناضي. قلات عندنا التكلفه ولات القضيه رخيصه.
هذا شجرات. اللي تنعطيهم البياضه والشعير مخنجر وتنديروا البصله، حيت الصراحه البصله راه مزيانه لهم في الصيف. تنخلط لهم البصله مع الماكله، حيت انا اللي عطيتهم البصله نيشان راه ما فهمتي ما تياكلوهاش ليا، ما عرفتش ما تياكلوش ليا البصله نيشان. المهم هادي راه هي تندير البياضه وتندير الشعير مخنجر وتندير البصله. هادي راه الدوزيام ديال الفلالس، وديما الدوزيام ديال الفلالس حاولوا دوزوا فيها البصله. والصراحه البصله راه تنفع بزاف، ولكن راه ماشي الفلالس ديال الله بادين ديال الشهر. هاد الفلالس خصكم عندهم على الاقل تياكلوا الدوزيام شهرين داخلين في 3 شهور. باغي نبدا المشروع ديالي نبدا بالدجاج بلدي، ولكن من بعد لقيت ان البلدي ما فيهش ارباح لي كثيره، ولقيت اصلا ديجا عندي البلدي وفهمتي بحال ولف عندي الشجنه ما بغيتش نبيعو، عطيت 3 شجنه في وحده. دابا حاليا هنا راه عندي نتوى ديال البلدي وذكرت البلدي هذا راه حر غير راه كتشموا البلاد، وحاط معاهم واحد الزوجه ديال الاندلسي ديال الفلاس. تقريبا دابا راه الدور عندهم شي 4 شهور. هادو راه اندلسي والصراحه حضرات عليهم الامر ديال البلدي وبقاو مربين معاهم. هنايا عندي الفلوس البراهمه راه ديجا وريتهم ليكم، عندي 4 الفلوس ديال البراهمه. هذا خديتهم حتى هما صغار، خديتهم الصراحه رخاص بشي 50 درهم، لقيتهم في سوق السبت وخديتهم والصراحه صدقوا مزيانين. هنا عندي واحد النتوه ديال البراهمه بلاك، كما تعرفوا البراهمه راه واعر الطريقه ديالو فيه ما يدار. وعندي واحد النتوه ديال الثلجي حتى هي براهمه، وعندي واحد التكر ديال الثلجه اللهم بارك. داك التكر عرفتي شنو الصراحه صدق، وخديت واحد الثمن اللي مناسب. هذاك السيد اللي باعوا لي راه من اليوم تنشكرو بزاف وديكاص لي من هنايا. وعندي واحد 2 كره ديال الاسترالوب راه هو اللي الصراحه راه فاش الله كتب عليه راه عاوني بزاف وتصايب معايا في الثمن، واللي بغى شي حاجه الدراري راه نصيفطوها لنا. المهم عندي 2 كره ديال الاسترالوب وعندي 3 ديال النتاو. بالنسبه للاسترالوب عندي الاسترالوب في الازرق وعندي الكحل. والصراحه راه مازال غنبارطاجي معكم في الفيديو الجاي البياضه، وغنبارطاجي معكم الاخر القاصه ديالي والبيض وداكشي اللي حاط في القاصه غنبارطاجي معكم في الفيديو الجاي. المهم الخوت كيما تشوفوا هنايا عندي الاسترالوب مجموع مع البراهمه. علاش؟ حيت باقي ما درتش شي جنه اللي نعزلو فيها. صراحه راه كما قلت لكم في بدايه الفيديو راه ناوي ندير شي جنانه ديال الفلانس باش نعزل فيها، حيت راه قريبا يتخصصوا عندي الفلانس. راه تقريبا دابا عندي 12 اليوم. هنايا راه ناوي نعزل شي جنه ندير فيها البروميا ولا ندير فيها داك اللي عندهم فوق الشهر. وهنايا كما قلت لكم في الخرجه ديال الباب راه غنقاد واحد الشجنه اللي واعره بزاف، غندير فيها الاسترالوب وغنشقى البراهمه عندي معزوله للداخل. بعد ما نقينا الشجنه باش تشوفوا ليا كيفاش ولات. عرفتي شنو راه شي حاجه مهمه. المهم الخوت راه كانت هذه هي البدايه ديال الفيديو ديالنا، وما بقاش عليكم حتى شي حاجه. وريتكم كلشي، وريتكم الدجاج اللي عندي، وريتكم كيفاش تنقي الشجنه، كيفاش ندير الشجنه، وريتكم الوكالات كاع داكشي اللي بادئ في المشروع ديالي. واللي خصو شي حاجه شي فلاله شي حاجه راه كاين موجود الخير. المهم راه تلقاو الواتساب ديالي في اول تعليق. يلا الشباب تهلاو.